حديوش يطلب الكرة أمام مجموعة كبيرة من ذوي صاحب اللون الأصفر. يدور بالكرة نتاعو زرداب إلى بيرتي، طويلة وإلى الأمام صوب حنيني كرأس حربة في هذه المباراة. كوني أسان وفريق السك ميموزا. بيرتي الأخذ والرد. سمير ونايت يحيى، نايت يحيى وزرداب. يلا يا زرداب، يركض زرداب، يجري بالكرة، عملية الوانتو. زرداب ممتازة، زرداب حديوش أرضية و بالكعب في الشباك، ولا أروع ولا أجمل. بيرتي إلى الوراء. بهلول أصبح يدعم في الخط الأمامي. الانطلاقة من هناك وماذا هناك؟ على مرتين سونغاري بدر ينقذ الموقف، على مرتين. بيرتي التشجيعات متواصلة، لا بد أن تكون الاستجابة فوق المستطيل الأخضر من الدفاع إلى الهجوم. إلى زرداب أصبح إكسونتري، يلعب هنا يظل فيه تغيير في المناصب بين زرداب وحديوش. يعني واحد رجع للهجوم وحديوش ممكن يرجع للوسط الميدان. ويبدو انه زرداب يشكو من اصابه. نايت يحيى الى دراج في دور ممتاز الان مع تغيير الاماكن. جيل نقومو طويله مره اخرى الى زرداب وبناء الجزائر سنه 83، ثم اليوس هاماش واتحاد الحراش موسم 99 98 99، ثم فريق شباب الوزداد 2001، واخر نادي هو شبيبه بجايه قبل موسمين. وتم اقصاء كل هذه الانديه، سك ابيجون سابقا وسك ميموزا حاليا. والحكم يترك اللعب. كانت تميل حديوش. يلا لابد من اللعب الرجولي هنا. حديوش ومعيزة قدم العون والمساعدة إلى الخط الأمامي. تغيير من سمر ثم جينغومو. بهلول يحاول يصعد. حديوش وحنيني على الناحية اليسرى يطلب الكرة، تقص ممتازة مليح في وسط الميدان. يلا يا بيرتي مع السمر، ما فيش المساعدة الكافية، يبحث عن رفيق. حديوش والمخالفة، ثم السمر والكرة بعيدة، كرة طويلة أخرى أمامنا. سونغاري بدر، ما أجمل وما أروع هذه الألوان الطويلة من الخلف من عند معيزة وجيل، وكلها الكرات ضايعة. مساندة في الهجوم من اللاعبين تاع وسط الميدان. يلتهب الملعب ويطالب أو نار دخان بملعب البركان، وإن شاء الله الكرة تكون في قران الآن بملعب البركان، بملعب الشهيد حملاوي. أجواء حماسية رائعة في المدرجات، يعني تخلي اللاعب ربما يشعر، تعطي أكثر قوة للاعبين فوق أرضية الميدان للوصول إلى شباك عساك ميموزا والسونغاري بدر. الملعب يلتهب، صيحات، أهازيج من توقيع، من إمضاء. السنافير يحبون الخضور حد الجنون. يلا لابد من تقديم هدية، ولا أجمل ولا أروع لكل هؤلاء تعليق. كم هي جميلة
كم هي رائعة هذه صور، لا سانسيرو ولا ماراكانا ولا ساندوني، إنه ملعب الشهيد حملاوي يعني أجواء وحضارية، أجواء حماسية رائعة، 10 على 10 ما فيش كلام. العلامة الكاملة لكل هؤلاء يرافقون السنافير، يرافقون النادي القسنطيني. أين رايحة الهدف؟ إن شاء الله ممكن شاء الله. يعني بإرباك المدافعين نايت يحيى، نايت يحيى طويلة وأمامية، والدفاع يتدخل متجمع ملتف كما ينبغي حول الحارس نتاعو سونغاري بدرة. دراج إلى زرداب، يرفع راسه، المراوغة، توغل يلا إعادة. أصعب شيء قام به توغل دخل دراج و مسار آخر ما فيش، يعني ما كانش. زرداب يلا توغل يا زرداب، البحث عن الأخطاء في منطقة العمليات، عل وعسى ربما ناتي بضربة الجزاء. بيرتي يستفيد من أو بالدوري الإيفواري 24 مرة، لا يحتاج إلى تعريف. قسنطينة اللاعب الإيفواري لم يتعامل بالشكل الجيد مع هذه اللقطة. يبدو لي شباب قسنطينة يعني انهكوا التعب، يعني ما قدرش البيئة نتاعو ترجع تكمن في المشاركات يعني والمقابلات اللي قام بها شباب قسنطينة في الايام الماضيه. هو اللي خلاه طويلات الكره بالعمق وعملاق سونغاري بدرة يتمكن من الكره. الوقت يمر، نريد إصابة يا الولاد، نريد هدف ولو هدف مقابل 0. معلش خالفة في الدائرة المركزية للميدان وللملعب. زرداب يواصل بصعوبة كبيرة بقية وما تبقى من اللقاء. تغيير كلي على غير العادة، الرقم الافريقي نتاعو، المنافسة الافريقية هو 6. نايت يحيى عملية التمويه، يلا أريدها في شباك العارضة تقول لا، العارضة تقول لا لبهلول. أما كانت ملعوبة بشكل جيد بباطن القدم. لو كانت في الشباك لاهتزت كل المدرجات. دراج وضربة الجزاء، ضربة الجزاء والملعب يهتز. لا بد من استغلال هذه الثابتة، هذه الهدية الثمينة والغالية، الثمينة. دراج ويأتي بضربة الجزاء وربما الإصابة الأولى إن شاء الله يا رب، من أجل كل هؤلاء، من أجل السنافير، من أجل هؤلاء الذين يحبون الخضوع حد الجنون. ما فيش كلام، خطأ من الحارس سونغاري بدرة. من سيضع هذه الكرة؟ من سيسجل هذا الهدف؟ شوف دراج عمل خطأ. سنتنافس السعداء، الكل واقف، الكل يرتقب، الكل يعلق الآمال على هذه الكرة الثابتة. شوفها والفعل. شكرا لك يا نوفل. سيقدمها السنافير من على مدرجات الشهيد حملاوي. نريد الإصابة، نريد الجول، نريد من وضع الكرة في شباك عساك ميموزا وسونغاري بدرة. كم هي عالمة هذه الفرحة. قسنطينة اليوم إن شاء الله ستعيش الأفراح والليالي الملاح. جول وهدف وإصابة، جول ممتاز رائع. با ولا أروع ولا أجمل. كم هو جميل هذا الجمهور. إن شاء الله يجعل أيام كل الجزائر أفراح إن شاء الله يا رب. الجزائر كلها أبو المدايس ما فيش ولا لاعب
لاستقبال الكرة والأوركسترا تواصل. العارضة هنا يلا لابد من تفك الكرة. بهلول واصل كل شجاعة. يلا يلا بهلول فيه سامر يطلب الكرة. أعطيه الكرة. لا 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 لا, لا. كان بإمكانه بإصابة دون رد نايت يحيى، وإنجاز كبير في ظل المعطيات هذه فعلا. يعني كل تقريبا اللاعبين في ظل الظروف يعني اللي مر بها الصعبة شباب قسنطينة، شباب قسنطينة. إنجاز كبير فعلا، يعتبر إنجاز كبير خاصة أمام السك مع فريق يعني من والله الانطلاقة سيتنفس السعداء. إنها نتيجة طيبة، إنها نتيجة مرضية بالنسبة لشباب قسنطينة.